تست الله سيادنا السلام عليكم. اليوم غادي نعرفوا شكون هو خونا اللي سميتو طارق بن زياد. كنا كنسمعوا طارق بن زياد طارق بن زياد باش نعرفوا عليه والو. اليوم غادي نبداو من الولاده ديالو وغنمشيو حتى النهايه ديالو. طارق بن زياد زاد في اواخر القرن السادس وبدايه السابع، يعني 1000 يعني ايش من 1000 يعني 1600 ميلاديه 700 المهم ديك الجوايح. والسيد كان من واحد القبيله، واحد الدوار سميتو دوار النفرة ولا نفزه، دوار ديال شلوح. المهم تي اختلفوا المؤرخين واش هو شلح ولا عربي ولا امازيغي ولا 90% غيكون امازيغي. والتحديد تزاد في مدينه طنجة اصيله، المهم الشمال، فهمتي ديك الجويه ديال الشمال. بالنسبه لذوك الناس ديال طنجة وتطوان تيقول لك حنا اسبانيول وكذا، راه كلشي شلوح صاحبي تمالك خونا. طارق اللي اصلا ما كانش خاص يكون سميتو طارق، كان خاص يكون سميتو طريق، حيت اللي لقاها تيطرقها. في الاخر ديال القصه غادي تعرفوا علاش نقول لكم اللي لقاها تيطرقها. خونا في الاول خونا طارق كان عبد، ومن بعد تعتقات الرقبه ديالو وتملكوا واحد السيد سميتو موسى بن نصير. هذا موسى بن نصير ولا بن نصير كان هو الوالي ديال شمال المغرب، ولا ماشي شمال المغرب، شمال افريقيا، ولكن هو كان مانسطالي في المغرب، هو الوالي ديال شمال افريقيا، تونس وليبيا والعالم. خونا طارق كان في الاول قلنا العبد ديالو، من بعد عتق ليه الرقبه ديالو ولا بحال اليد اليمنى ديالو معاه في الجيش، يعني حطوا مع العسكر دوزيام حلوف، وبدا كيتريني معاهم وتيخرج معاهم دوك الغزوات ضد البيزنطيين. وسميتو في ذاك العصر الاموي كانوا كيتابزوا ضد البيزنطيين والمعارك وداك الشيء الصغير. خونا بان لي هاد الطريق ولا طريق بان لي فيه داك لافونس، فهمتي داك تيتحرك بزاف وديك الشجاعه وداك هذاك النوع اللي كيموت صغير. المهم كان بحال هكا خونا فيه لافونس بزاف. في ديك الوقيته كانت الاندلس شبه الجزيره الإيبيرية اللي هي اسبانيول دابا كان عندهم واحد المشاكل داخليه. واي دوله عندها مشاكل داخليه كتعني انها كتضعف. خونا نصير بن سميتو اللي قلنا في الاول نسيت على سميتو، موسى بن نصير ولا بن نصير. بانت لي الهوته، قال هذه هي الهوته، الا ما دخلناش الاسبانيول دابا ما غندخلوش ليها. فقال اش غنديروا ما نديروا، مهمتي اش غنديروا ما نديروا. قال هذا الصبليون ما ساهلينش. قال شنو غنصيفط طارق فيه ديك لافونس، جابه هو هذاك، جاب لا ليغا هي هذيك، ما جابهاش راه عسكري دوزيام حلوف، الله يعاون الله يعاون. عيط ليه، جا وقف قدامه خونا طارق، قال لي شحال بالخاطر سيدي، قال لي راه بغيتك في واحد المهمه صعيبه شويه. قال لي انا خويا رقبتي سداده بحال اللي تيقولوا المصريين. قال لي سي طارق واش كتبغي المغرب؟ خونا طارق عينيه غرغرو، قال لي هو شكون ما تيبغيش المغرب زعما، والله ينصر سيدنا. ايوا قال لي راه بغيتك واحد المهمه، غتمشي تفتح الاندلس، كيسحبوا غيمشي مع شي فرقه ديال الطرب الاندلسي وداكشي. ايوا قال لي راه غادي تفتح السبليونه معلم. قال لي واش غنقول لك، على الراس والعين، واش غنقول لك، ما عندي ما نقول. علاش طارق مخلوع حيت عارف شنو كاين في السبنيول. كاين واحد خونا اش غنقول لكم، واش شديد حاصل على الكره الذهبيه في المعارك العسكريه، سميتو رودريغو. والله الا سميتو رودريغو. شوت وفوت وحوت الحوت، اضرب يا الاسباني. ليناش خونا سميتو رودريك ماشي رودريك، واحد القائد عسكري في سبليون وشديد، عنده جيش قداش. خونا طارق راه تيعرفو، فهمتي كيسمع به، ولكن مع ذلك خونا راه كيما قلت لكم فيه لافونس، فهمتي ما عندوش المشكل. قال لي ما كاينش المشكل، واخا عارف الخطر ولكن هانيه. فين المشكل؟ السبليول صافي نضربوا السبليول ونتبعوها البرتغال ونتعادلوا مع ايران. ايوا حنا تزادينا قباح، تزادينا بشويه القوه، حنا ما طلبناش القوه، الله اللي عطاها لينا. الله صيفطوا يعني جمع الحوايج والسلاح، وعطا واحد 7000 ديال الموالين الحوانت مشاو معاه. جهزوا القارب ديالهم، هزوا البيضات ديالهم، الحليب، المسائل، مشاو للاسبانيول، قصدوا الاسبانيول. ولكن منين غيدخلوا لهاد الاسبانيول هنا فين كاين القالب، راه ما غيدخلوش من التحت ولا من الغرب، ولا ادخلوا من مضيق جبل طارق. هاد مضيق جبل طارق تسمى من بعد جبل طارق على طارق بن زياد، ولكن ديك الساعه مازال ما مسميش جبل بطبيعه الحال. دخلوا من تما
وصلوا لواحد الصخره، هذيك الصخره هي اللي معروف كان طلع عليها طارق بن زياد وقال ديك الجمله الشهيره ديالو العدو امامكم والبحر وراءكم، ولكن قال لهم بالشلحه. ما غاديش نعرف نقول لكم بالشلحه، خلى اخونا صاحبنا الممثل نخليه هو يقولها لكم. وادي الدن البحر تيجر ديال النون، العدو غار البدا من النون اور دار النون، غار الصبر بالمعقول، غار الصبر بالمعقول. مور هاد الجمله شنو دار؟ باش نقول لكم خونا راه باغي يموت صغير، فيه واحد لافونس فاش كاع حرق السفن اللي مشاو بها في البحر، يعني باش حتى واحد ما يهرب، فهمتي والو، يا غتحارب معايا يا غتموت يا غتغرق، ما كاينش شي سفينه غتسناك في الشاطئ. خونا اللي مشاو عنده اللي هو رودريغو عنده 100,000 جندي غير في ديك المعركه، هازين سلاحهم وكيتسناو، هازين الاعلام. خونا غادي ب 7,000 ديال عباد الله ما تعرفوش يهزوا السيف، ومع ذلك ربحهم. كيفاش الله اعلم، ما تسولش، مهم ربحوا ومات هذاك، يعني قتلوا طارق بن زياد، قتل هذاك رودريغو. وقبل ما يلفظ الانفاس الاخيره ديالو هو مخشين في السفافد، قال لهم واحد الجمله شهيره قبل ما يموت، قال لهم لا بالينا سيجينا اول مسما كانثيون. المهم بعد هذه المعركه ديال وادي لكا ولا لكا اللي تقتل فيها رودريغو، دخلوا فتحوا واحد المدينه، واحد الدوار صغير سميتو طوليطيله ولا طوليطيله ولا طوالع ما عرفت شنو سميتو، فتحوه حتى هو في الطريق. من موراها دايز لقى عاصمه الاندلس اللي قرطبه حتى هي فتحها معاه. علاش نقول لكم سميتو طريق؟ راه اللي لقاها يطرقها. دايز لقى غرناطه حتى هي فتحها. هاي انت اي حاجه دير خونا غادي كيتوسع، رانا موسى بن نصير ساق الخبار، قال اش واقع ما واقع. المهم اش غنديرو ما نديرو. قالوا لي راه خونا راه فتح الاندلس. قال لهم ويلي كيفاش فتح الاندلس وفتح غير طوليطيله ولا طواليط ولا هادي ولا زا. قالوا لي راه خونا وصل لقرطبه وغرناطه. خونا ما فهموا والو، هز واحد 100,000 ديال الجيش، وشوف دابا هو مني غادي هز معاه 100,000 ديال الجيش ومشى تبعهم. خونا غادي في السفينه ودا الناس، يعني من دا الناس ما شافش الطريق، كان داخل وهو متكي، قالوا ليه نوض راه وصلنا للصبليون. هو عارف الصبليون كيفاش دايره، كاين الكوار، كاين الشراب، كاين يعني دوك النبلاء عندهم الشعر بوكلي، يعني فهمتي. هبط من السفينه وما يبانوا ليه المسلمين والشلوح مريحين تما، حاطين واحد الدكه ديال اتاي وتضربوا الشقوفه، ما فهم والو. دار عند الشيفور قال لي كما ديتينا للدكاله ولا اكادير، فيق معنا الشريف. قال لي لا والو، راه الصبليون هادي. اخونا فهمتيني درصت العقل بانت ليه بالفرحه، مشى عند الطريق هنؤ كدا وهادي. وصلت الخبار لواحد الخليفه في دمشق. هاد الخليفه سميتو الوليد بن عبد الملك. دار عند المستشار ديالو قال لي واد الشلوح تا هما ما ساهلينش، تيسحبنا عندهم مع الحانوته والحليب وكذا، صدقوا فتحوا الصبليون وعندك ما يتسالهم. المهم عيط لهم هنئهم، قال لهم شواق. المهم هنئهم قالوا لي شواقع، يعني شنو داروا فين وصلوا، راه وصلنا للشمال ديال الاندلس وكذا وهذه. النهايه ديال طارق بن زياد ما معروف، اش يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم شنو وقع ليه. كاين شي ناس تيقولوا من يوصلوا لدمشق كانوا عاقبوه وعدموه، كاين اللي تيقول لك لا ما عاقبوش، غير مع هو كان السلوك ديالو ما نعرف، ما عجبش السلوك ديالو مع الجيش ديالو، عنده شي انتقادات كذا مع هذا. فالنهايه ديالو ما معروف واش مات واش بقى واش كذا. الروايه الشائعه اللي كنظن انها حقيقيه هو انه عاش في دمشق لنهايه الحياه ديالو، ولكن عاشها واحد العيشه اللي ماشي حتى ليه عيشه ديال المغاربه ديال دابا، يعني بقى فهمتيني خونا ما عندوش وما بقاش قائد ديال الجيش وكذا وهذا. فواتشي ولكن هادشي ما كيمنعش انه دار انجاز كبير وعظيم لدرجه ان مضيق جبل طارق فيه دولة دابا سميتها جبل طارق تابعة للقوات البريطانية، مسمية على طارق بن زياد، يعني السمية ديالو سابقة. فهذه كانت قصة مختصرة على ولا نبذة مختصرة على طارق بن زياد وشنو دار. فلكم الشرف المغاربة ان طارق بن زياد ولد بلادكم دار هذه الانجازات كاملة، وتحياتي لكم وساعة سعيدة. تهلاو.